بتحكي صاحبة القصة وبتقول بيقولي عارفة العروسة هتعمل ايه النهاردة؟ قلتله هتعمل ايه؟ قالي تعالي وانا اوريكي واقولك بالتفاصيل. من وقت ما جوزي توفى وانا معرفتش اتجوز خالص، كنت مخلفة بنتين وانشغلت في مسؤوليتهم، بالرغم إني كنت بشتغل ومتبهدلة بس كنت واخدة بالي من نفسي أوي، وده كان مخلي العيون كلها عليا. بمعنى صح، من بعد وفاة جوزي كنت واخدة بالي من نفسي أوي وعايشة حياتي، وما كنتش أشتغل في أي شغلانة غير لما كنت ألاقي صاحبها. كنت بستغل جمالي وحلاوتي، بس برضه عمري ما عملت أي حاجة تغضب ربنا. كنت عايشاها بالحب كده وبالهزار والضحك لحد ما مرت السنين وبنتي الكبيرة اتخطبت، وفي الوقت ده بدأت أنصحها واحكي لها حاجات كتير، لأني أولادي ما كنتش بخرجهم من البيت أصلا، وكنت بخاف عليهم أوي. وطبعا في الوقت ده عرفت إنه بنتي هتتجوز وهتعيش حياتها وتعمل كل اللي هي عايزاه، ومن هنا حسيت إنه أنا ضيعت شبابي وعمري على الفاضي، وندمت على كل السنين اللي معشتش فيها حياتي وما اتجوزتش، وخصوصا إنه كان بيجي عليا أوقات صعبة أوي، أوقات بكون ضعيفة فيها جدا وكنت بحتاج لحاجات كتير، لكن ما كنتش أقدر أتكلم ولا حتى أفكر إني أتجوز وأسيب بناتي. وفعلا بدأت أفكر في نفسي وأفكر إنه لما البنت الكبيرة تتجوز أنا كمان أتجوز وأعيش حياتي. وفعلا بدأت أهتم بنفسي أكتر من الأول، واللي بدأ يلاحظ عليا طريقة لبسي وكمان كل حاجة بعملها هو أخويا الصغير. هو كان متجوز وعنده بنت وحيدة، وهو كان عمره 31 سنة، وبدأ كل لما يجي البيت عندنا يهزر ويضحك معايا، وهو كان بيجي عندنا أصلا على طول ويقولي أنا حاسس إنه انتي العروسة مش بنتك، انتي بتزيدي حلاوة وجمال أكتر من بناتك. وكمان بدأت أضحك معاه، لكن ما كنتش متخيلة إنه ممكن أعمل كل اللي أنا عايزاه. ومع مين؟ مع أخويا. وفي المكان ده ما كنتش متخيلة إنه كل ده يحصل. ومرت الأيام على كده لحد ما حددنا فرح بنتي، وفي المكان ده ما كنتش متخيلة إنه كل ده يحصل. ومرت الأيام على كده لحد ما حددنا فرح بنتي، وطبعا علشان ما كانش ليا غير أخويا ده وكمان أخ تاني أكبر منه، بس علاقتي بيه ما كانتش أحسن حاجة، فطبعا أخويا الصغير هو اللي كان عندي طول الوقت. وكل لما أروح أشتري حاجة من جهاز بنتي ألاقيه بيجي معايا ويروح معايا شقة بنتي، وبدل المرة أكتر من مرة. مرة واحنا بناخد مقاسات المطبخ وكمان مقاسات الرخام بتاع المطبخ، لأنه هو أصلا كان بيعمل مطابخ وكده، ودي شغلانته من زمان أصلا. ويوميها لقيته بيهزر ويضحك معايا وبيقولي لازم الرخامة تكون جامدة وكمان تستحمل وتقدر تشيل، ده ليها شغل جامد، ده ما تعرفيش عنه حاجة أيامك. ما كانش في المطبخ ولا فيها الكلام ده كله، كانوا ضلفتين خشب من غير رخام ومن غير أي حاجة. لكن أنا كنت فاهمة كلام أخويا وفاهمة قصده إيه، وفضلنا يوميها نهزر ونضحك، وكنت شايفة إنه أخويا الصغير واخد عليا زيادة عن اللزوم. وفعلا يوميها لقيته بيحاول بطريقة غير مباشرة
بس ما كنتش فاهمة قصده، لكن بعد كده فهمت هو عايز ايه من كتر ما بقى بيجي البيت عندنا ويحاول بطريقة غير مباشرة. بدأت أصدق كلامه، بس هو كان عامل نفسه مش واخد باله، وطبعا عديت الموضوع لأنه ما كانش يتجاوز معايا قوي، وكلها كانت حاجات خفيفة لحد ما مر أسبوع واحد ورحنا طبعا شقة بنتي تاني عشان المرة دي ناخد مقاس السجاد. وطبعا بعد ما رحت أنا وأخويا لقيت يوميها بيتكلم وطريقة كلامه كانت غريبة أوي، وبيقولي يا بختها هتعيش حياتها، الدور والباقي عليكي انتي. واستغربت أخويا يوميها لما لقيته كل شوية بيفتح أي أوضة في شقة بنتي ويتفرج على عزالها وعلى عفشها. كنت مستغربة من عمايل أخويا، وكان بيتكلم معايا ويقولي مالك حسك متغيرة الأيام دي قوي، ولو بتفكري في أي حاجة أخوكي سداد، وأنا مش هقصر معاكي في أي حاجة خالص. قلتله أنا مش محتاجة فلوس ولا محتاجة حاجة. لقيته بيقولي هو انت على طول غبية كده؟ أنا مش قصدي على الفلوس، ما أنا عارف كل حاجة وعارف عندك فلوس، وبالرغم إنه أنا كنت فاهماه بس عملت نفسي مش واخدة بالي من كلامه. قالي خلاص اسكتي وتعالي عشان نغير نظام الأوضة زي ما اتفقنا علشان نمشي على طول. وفعلا دخلت أنا وأخويا يوميها، لكن كانت الصدمة لما لقيته مسابنيش، وهو كمان عمل حاجات كتير مش قادرة أتكلم ولا أقول أي حاجة، وما كنتش متخيلة وإنه يحصل كل اللي حصل ده. والمشكلة إنه أخويا هو اللي بيجي عندي وبيقولي ده كان أجمل يوم بالنسبة لي ولازم طبعا يتكرر تاني. لكن أنا اتخانقت معاه وقلتله انسى اللي حصل ده، إنه هو يحصل تاني، لكن هو مش سايبني في حالي ودايما عايز اللي حصل يحصل تاني، وبيقولي أنا ستري وغطى عليكي ومحدش هيعرف عننا حاجة خالص. وأنا بصراحة ندمت جدا على اللي حصل ده ومش عايزة أكرر الغلطة تاني، لكن أخويا مش عايز ينسى كل اللي حصل، وأنا بجد مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي.